بتبدأ الحكاية بقط صغير بينزل من عربية وبيفضل يلعب بكرة في الشارع، لكن فجأة العربية بتمشي وبتسيبه فبيجري وراها، وفجأة بيجي أتوبيس كبير وبيكون على وشك إنه يخبطه، ولما بيتفادى الأتوبيس بيلاقي عربيات تانية جاية عليه فبيجري بسرعة وبيستخبى تحت مقعد في الشارع، ووقتها بيجي كلب وبيتعرف عليه وبيقوله إن اسمه مارلون، وبيسأل القط عن سبب وجوده في الشارع وهل عمل حاجة ضايقت الناس اللي بيربوه وعشان كده رموه واتخلصوا منه. فبيقوله القط إنه ما عملش حاجة وبيطلب من الكلب إنه يروح ويعيش معاه، فبيضحك الكلب وبيقوله عمرك سمعت عن قط بيقعد مع كلب وبيمشي وبيسيبه؟ وبعدها بيحاول القط إنه يتقرب من ست قاعدة في الشارع لكنها بتخاف منه وبتشوطه لبعيد، وبيفضل القط وحيد وخايف ومش عارف يعمل ايه لحد ما بيشوف بيت كبير بحديقة جميلة فبيدخل وبيتمشى جواه، بس فجأة بيهجم عليه كلب كبير مرعب وبيجري وراه، فبيجري القط بسرعة وبيخرج برا البيت، لكن الكلب بيخرج وراه وبيفضل يطارده من مكان لمكان لحد ما القط بيدخل عند القصر المسحور، ووقتها بيخاف الكلب يدخل وراه وبيهرب، أما القط فبيكمل طريقه للقصر وبيحاول يدخل من فتحة الباب لكنها بتكون مقفولة، فبيفكر إنه يطلع على شجرة عالية ومن فوقها ينط على الشباك، وفجأة وهو طالع بيتكسر غصن لكنه بيمسك بسرعة في الشجرة وبيكمل طريقه وبينط على الشباك وبيدخل للقصر، وبيشوف هناك أدوات سحرية كتير وأوراق كوتشينة بتطير، وبيقع من فوق السلم وبيحاول يهرب من شباك تاني لكنه بيكون مقفول، وفجأة بيقابل فارة اسمها ماجي اللي بتترعب منه وبتجري، فبيحاول القط يشرح لها إنه مش عايز يأذيها، لكن ماجي بتقوله أنت كداب، وبتروح تنادي على الأرنب جاك اللي بيجي وفي إيده المغرفة وبيهدد القط بيها، فبيقول القط المسكين إنه أصلا مش بيحب ياكل فران وعايش على الدراي فود عادي، وبيترجى جاك إنه يسمح له يعيش معاهم، وبيقوله إنه ضايع، لكن جاك مش بيصدقه هو كمان وبيطرده من البيت، فبيمشي القط لكن فجأة المطر بينزل وبيروح علشان يستخبى من المطرة وبيدخل القصر من تاني، ووقتها بيشوف الساحر لورنس وهو مجمع كل الحيوانات والحاجات المسحورة اللي عنده وبيحكي لهم عن أول عرض ليه عمله قدام الجمهور وهو بيصلح اللمبة اللي اسمها إديسون، وبنعرف إن لورنس ساحر كبير وكان مشهور جدا لكنه تقاعد من السيرك، وفي الوقت ده الباب بيخبط فبيقول لورنس لكل الحيوانات تستخبى بسرعة، وبيفتح الباب وبيكون داني ابن أخو لورنس اللي جاي علشان يقنعه إنه يبيع القصر ويروح يقعد في دار مسنين، وده لأن لورنس مش معاه فلوس ومش بيقدر يدفع فواتير الكهرباء، وفجأة بيفضل داني يعطس وبيقول إنه عنده حساسية من القطط، فبيستغرب لورنس جدا لأن مفيش أي قطط موجودة في المكان. المهم إن داني بيدي لورنس مهلة إنه يفكر، لكن لورنس بيصمم على رأيه وبيقول إنه ما ينفعش يبيع بيت العيلة، وبيمشي داني لأنه بيكون تعب من كتر العطس، بعدها كلهم بيكونوا قلقانين بسبب الكلام اللي سمعوه، لكن لورنس بيطمنهم وبيقول لهم إنه مش هيبيع البيت ومش هيسمع كلام داني، وده لأن البيت مسحور هو وكل الأدوات اللي فيه، وهنا بيحس لورنس بالنوم وبينام وهو قاعد، وفي الوقت ده بتستغرب ماجي وبتسأل جاك عن السبب اللي خلى داني يعطس على الرغم من إنهم طردوا القط، وساعتها بيشوفوا القط وبيفضل جاك يطارده لحد ما لورنس بيصحى من الدوشة وبيشوف القط وبيمسكه وبيقرر يسميه ثاندر، وبيقول إنه هيربيه وهيعيش معاهم ومن النهاردة هيكونوا أسرته الجديدة، وبيعرفوا عليهم وبيقوله ده الأرنب جاك ودي الفارة ماجي ودول كارولا وكارل الحمامتين، أما ده فهو المصباح إديسون، وبيرحبوا كلهم بيه وبيفضلوا يغنوا ويرقصوا ويحتفلوا بوجوده وسطهم، وبيفرح ثاندر لأنه أخيرا مش هيبقى مضطر إنه يبات في الشارع وبقى عنده أسرة، لكن الكلام ده مش بيعجب ماجي وجاك أبدا اللي بيفكروا في طريقة يخلصوا بيها من ثاندر، وخصوصا لما بيلاقوا إن لورنس حبه واتعلق بيه، لا وكمان بقى بينيموا جنبه على السرير، وبالليل بيستغلوا فرصة إن لورنس نام وبيروحوا يصحوا ثاندر وبيفضلوا يهينوه ويقولوا له إنهم مش هيسمحوا المشردين إنهم يعيشوا وسطهم،
مخهم، لكن ثاندر بيقول لهم إنه ما بقاش مشرد وإنه أخيرا بقى فرد من العيلة. وبيقول له جاك أنا مستحيل أسيبك تسيطر على لورنس وتخليه يطردنا. فبيقول لهم ثاندر إنه ما كانش ناوي يعمل كده وإنه فعلا بيحبهم زي إخواته، لكن جاك بيقول له أنت قدامك لحد الصبح وتمشي وتشوف لك مكان تاني تروحه وإلا مش هيحصل لك طيب. لكن ثاندر بيعترض وبيقول له إن لورنس وافق إنه يعيش معاهم وكمان اداله اسم جديد. فبتقول له ماجي إن بيتهم مش مأوى للمشردين وإن دي آخر ليلة هيقضيها معاهم. فبيحزن ثاندر بسبب كلامهم لأنه ما صدق لقى حد يحبه ويعطف عليه. وتاني يوم الطباخ بيجهز لهم الفطار وبيتضايق جاك لما بيلاقي ثاندر بيفطر في طبقه وبيهجم عليه علشان يتخانق معاه، لكن لورنس بيوقفه وبيقول له يستعد علشان عندهم عرض. ووقتها ثاندر بيبص لورنس لأنه بيكون عايز يروح معاهم ويتفرج ويشارك في العرض، لكن لورنس بيقول له إنه هياخده معاه في يوم تاني وبيديله كورة يلعب بيها، بس ثاندر بيصمم إنه يروح معاه فبيصعب على لورنس وبياخده. وبنشوف إن لورنس بيروح المستشفى علشان يقدم عرض مسرحي لأطفال مصابين في المستشفى علشان يفرحوا ويبقوا مبسوطين، وفعلا بيقدم لورنس عرض حلو جدا وكمان بيشارك ثاندر معاه في العرض وبيفرحوا الأطفال بالعرض جدا. أما جاك وماجي فبيكونوا غضبانين وبيقرروا إنهم مش هيعدوا اللي حصل وبيفضلوا طول الطريق يفكروا إزاي يخلصوا من ثاندر لحد ما بيقرر جاك إنه يوقعه من فوق الصندوق. وبتيجي ماجي وبتقترح إنهم يشكوه بالقلم وبالتالي يقع من فوق الصندوق ويتوه في الشارع، وبالفعل بيفضل جاك يحاول إنه يشكه، لكن ثاندر بيتنطط فوق الصندوق وبيمسك في لورنس اللي مش بيعرف يتحكم في العجلة وبيعمل حادثة وبيقع ثاندر بعيد عن العجلة وبيفقد الوعي. ولما بيفوق بيلاقي الكلب مارلون معاه وبيقول له انت دلوقتي استهلكت الروح التانية من ال7 أرواح اللي عندك. فبيقول له ثاندر انا فين وبيسأله عن لورنس. فبيقول له مارلون لو بتسأل عن الراجل العجوز فده يا اما هيكون في المستشفى او في المقبرة ايهما اقرب يعني. فبيتصدم ثاندر وبيحس بالذنب وبيقول ان اللي حصل كان بسببه بس هو ما كانش يقصد انه يتسبب في الحادثة دي. وبيحاول مارلون يخفف عنه ويقول له انه هيتمشى معاه لحد ما يوصل للبيت. وبيتصدم مارلون لما بيوصلوا عند البيت المسكون وبيقول له اجري بسرعة واوعى تدخل ده بيت مسكون وكل الحاجات اللي فيه مسحورة وفيه ساحر مجنون كمان عايش جوه. فبيقول له ثاندر ان البيت مش مسكون ولا حاجة وان لورنس شخص طيب، لكن مارلون بيخاف يدخل معاه. وفي الأثناء دي بنشوف ان لورنس مصاب في المستشفى وكمان جاك بيكون مصاب وبيكون هو وماجي وكارلا معاه. وبعد شوية بيجي داني وبيزور عمه وبيتعصب عليه وبيقول له ايه اللي يخلي راجل عجوز زيك يسوق عجلة في وسط الشارع. فبيقول له لورنس انه كان رايح يقدم عرض للأطفال وانه بيفرح لما بيشوف الضحكة على وشهم. فبيقول له داني انه تعب من الاهتمام براجل عجوز زيه وتعب من كتر ما بيدفع ديونه وبيحل مشاكله. وبيقول له ان الحل الوحيد انه يبيع البيت ويروح يعيش في دار مسنين. والمسكين لورنس مش بيكون في وعيه وبيفتكر ان داني عايز ياخده في رحلة ويفسحه. وطبعا الحيوانات بيسمعوا الكلام ده وبيفكروا في طريقة يمنعوا بيها داني من انه يعمل اللي في دماغه وبيقولوا انهم لازم يتصرفوا. ومن الناحية التانية بيدخل ثاندر البيت وبيتفاجئ بان الالعاب كلها ثابتة في مكانها ومش بتتحرك ولا بتتكلم، ولما بيحاول يكلمهم بيبصوا له بطريقة مرعبة وبعدين بيضحكوا وبيقولوا له انهم كانوا بيعملوا فيه مقلب. وبيحكي لهم ثاندر عن اللي حصل للورنس وبيقول لهم انه هيهتم بيهم وبالبيت. وبنرجع تاني للمستشفى ووقتها بنشوف ديلان وإيزي الأطفال الصغيرين جايين يطمنوا على لورنس وبيكتشفوا إن جاك وباقي الحيوانات في الصندوق، فبيخافوا لحسن الممرضة باكستر تيجي وتشوف الحيوانات وترميهم بره. وفي الوقت ده الحيوانات بيتفقوا إن كارلا وكارل هيرجعوا البيت ويحذروا الباقيين من اللي داني ناوي يعمله. وبعد شوية بتيجي الممرضة باكستر وبتزعق لديلان وإيزي لأنهم بيلعبوا في حاجات لورنس وبتفتح الصندوق وبتشوف الحيوانات فبتتعصب وبتقول إنهم مش لازم يكونوا في المستشفى. وبمجرد ما بيرجعوا البيت وبيلاقوا ثاندر بيفضلوا يزعقوله وبيلوموه على اللي حصل للورنس وبعدين بيبلغوا الباقيين باللي داني ناوي يعمله. وبنروح للممرضة باكستر اللي بتكلم داني علشان يجي وياخد الحيوانات، لكنه
لكنه بيستغل الفرصة وبيجيب معاه توكيل لبيع للقصر وبيخلي لورنس يمضي عليه، وبالتالي بيبقى داني المتحكم في القصر ويقدر يبيعه في أي وقت. أما لورنس المسكين فبيكون برضه مش في وعيه وبيطلب من داني إنه يهتم بالحيوانات ويأكلهم. بعدها بيرجع داني للقصر ومعاه الصندوق اللي فيه جاك وماجي. مش بس كده، ده كمان معاه 2 عايزين يتفرجوا على القصر علشان يشتروه، وساعتها بيشوفهم كارل وكارلا وبيعملوا لهم حفلة استقبال وبيغرقوهم بمية مش نظيفة وبالتالي بيطفشوهم. بعدها بيخرجوا ماجي وجاك من الصندوق، وجاك بيلوم ثاندر على كل اللي حصل وبيقول انه السبب في اللي حصل للورنس، لكن ثاندر بيدافع عن نفسه وبيقول انه لو ما كانش جاك شكه من البداية ما كانش حصل له كل ده. بترد ماجي وبتقول له ان لورنس متضايق منه جدا وانه لو شافه هيخلص عليه، لكن ثاندر مش بيصدقها وبيقول لها ان لورنس شخص طيب ومستحيل يعمل كده. بعدها بيقول له جاك ان بسببه داني هيبيع البيت وهيخسروا كلهم المكان اللي هم عايشين فيه، فبيقول لهم ثاندر ان وجوده معاهم مهم، وده لان داني بيعاني من حساسية تجاه القطط، وبالتالي لو ثاندر موجود داني مش هيعرف يدخل القصر. وبيتفقوا على وجود ثاندر معاهم، لكن بيحبسوا جاك جوه قفص. وتاني يوم بيجي داني ومعاه ست اسمها ليساندرا، ودي اللي هتشتري البيت، ومعاها مارلون الكلب بتاعها واللي بيكون خايف جدا يدخل البيت لانه مسكون. وقبل ما كارلا وكارل يعملوا لهم حفلة الاستقبال بيفتح داني الشمسية وبيحمي نفسه من اللي بينزلوه عليه، وبعدين بيدخلوا القصر وبيروحوا كارل وكارلا يبلغوا جاك ان الخطة فشلت وانهم دخلوا القصر، فبيقول لهم جاك انهم هينفذوا الخطة به، وبيطلب من ماجي انها تروح وتخوف الست. وبمجرد ما داني بيدخل القصر بيتعب وبيفضل يعطس، وعشان كده بيخرج بسرعة وبيسيب ليساندرا لوحدها في القصر. اما مارلون فبيحاول يهرب من القصر بأي طريقة وبيترعب لما بيشوف التماثيل والألعاب السحرية، وبيشوفوا ثاندر وبيطلب منه يحرره، فبيسأله مارلون عن سبب وجوده في القفص وبيعتقد ان الساحر عايز يحوله لعصفورة وبيساعده انه يخرج من القفص. وبيشوفهم داني وبيعرف ان في قط موجود جوه القصر. اما ليساندرا فبتسمع الدوشة وبتفتكر ان مارلون حصل له حاجة فبتجري عليه بسرعة، ووقتها بتقع من فوق السلم. بعدها داني بيحاول يحبس ثاندر، لكن ثاندر بيهرب وبيحبس مارلون بالغلط وبتشوف ليساندرا وبتضربه. بعدها بيروح ثاندر المستشفى عند لورنس علشان يتأكد انه مش زعلان منه، وفعلا لورنس بيطلع شخص طيب وبيقول لثاندر انه مش زعلان وان اللي حصل ما كانش بسببه، فبيقرب منه ثاندر وبيحضنه. وفجأة بتدخل الممرضة باكستر، فديلين وإيزي بيخبوا ثاندر علشان ما تشوفهوش. ومن الناحية التانية بنشوف ان داني في القصر ومعاه مشتري جديد، وبيكون واضح ان المشتري عجبه القصر وموافق ان هو يشتريه، وبيفضل يصور في كل مكان في القصر. وبتحاول ماجي تخوفه لكنه مش بيخاف وبيحبسها جوه فازة، وبيشوفها ثاندر وبيمشي ومش بيرضى يخرجها. وفي الأثناء دي بتوصل زوجة المشتري وبتعجب بالقصر هي كمان، وفي الوقت ده بيفضل داني يعطس بسبب الحساسية وبيخرج بسرعة من القصر. ووقتها بيقرر ثاندر انه يلجأ للخطة جيم ويرعب زوجة المشتري علشان يمشوا ما يشتروش القصر. وفجأة الخلاط بيشتغل لوحده وبيفضل ثاندر يرمي عليها الحاجات وبتفضل الألعاب تتحرك. بعدها بتخرج وبتتعصب وبتاخد جوزها وبتطلع برا القصر وبتقول انه مسكون. هو بيحاول داني يقول لهم ان البيت مش مسكون ولا حاجة وان اكيد في سبب منطقي لكل اللي بيحصل ده، لكنهم مش بيسمعوه وبيمشوا وبيسيبوه. وبعد اللي حصل بتعجب كل الحيوانات بثاندر وبيقولوا انه ذكي وقدر يطرد الناس اللي عايزة تشتري القصر. وطبعا الكلام ده مش بيعجب جاك اللي بيقول له مهما تعمل برضه لورنس هيطردك، فبيحرر ثاندر ماجي وبيقول لهم انه راح المستشفى وزار لورنس واتأكد من انه مش زعلان ولا حاجة. فبيتعصب جاك وبيأمر الحيوانات انهم يهجموا عليه، لكن الحيوانات بيرفضوا وبيقولوا ان ثاندر فرد من العيلة. وبعدها بشوية بنشوف 2 داخلين القصر، والمفروض ان داني مأجرهم علشان يفضوا القصر من كل الحيوانات والأدوات السحرية الموجودة. وساعتها بيتفقوا الحيوانات انهم يرعبوا ال2 دول كمان، وبالفعل الأدوات السحرية بتشتغل لوحدها وبيفضلوا يخوفوهم
يوقفوهم لحد ما بيجروا بسرعة برا القصر، وهم بيقولوا إن القصر مسكون بالأرواح الشريرة. وطبعا داني بيتعصب جدا وبيفضل يجري ورا ثاندر ويقوله إنه السبب في كل حاجة، لكنه مش بيقدر يقاوم وبيتعب بسبب الحساسية وبيخرج بسرعة من القصر. ومن الناحية التانية بيعرف لورنس من الممرضة باكستر إن داني ناوي ينقله على دار مسنين، فبيتصدم وبيقرر إنه يرجع البيت وبيطلب المساعدة من ديلين وإيزي. وفي الوقت ده بيرجع داني البيت وبيكون لابس بدلة حماية ومغطي إيده ووشه علشان الحساسية، ومعاه بندقية وبيحاول يقتل ثاندر. وساعتها جاك وماجي بيستخبوا وبيقولوا إنه من الأحسن إنهم ما يتدخلوش، وده لأن داني اتجنن. أما باقي الألعاب فبيقرروا يساعدوا ثاندر ويقفوا في وش داني وبيوقعوه من على السلم وبياخدوا منه البندقية وبيفضلوا يضربوه لحد ما بيخرجوه برا القصر. أما لورنس فبيهرب من المستشفى بمساعدة ديلين وإيزي في عربية إسعاف. وفي نفس الوقت الألعاب بيزعلوا وبيعتقدوا إن ثاندر مات وبيلوموا ماجي وجاك على اللي حصل. وفي الأثناء دي بيجي كارل ومعاه كارلا وبيحذروا كل الحيوانات وبيقولوا لهم يخرجوا بسرعة من البيت لأن داني راكب وينج وعايز يهد القصر. لكن ثاندر بيفوق وبيتضح إنه كان مغمى عليه وبينقذ ماجي اللي كانت على وشك إنها تموت بسبب اللي داني بيعمله، وبيقرر إنه يوقفه عند حده. وبيوصل لورنس وبيحاول يوقف داني ويمنعه من إنه يهد البيت، فبيطلع داني العقد وبيقول للورنس إنه من حقه يعمل أي حاجة. فبيجي كارل وبياخد العقد من إيد داني وبيطير، ومع ذلك داني مش بيسكت وبيكون مصمم إنه يهد القصر لحد ما ماجي بتتدخل وبتنط في الونش اللي داني راكبه وبتفضل تتنطط وتضايقه. وفي الوقت ده بيدخل ثاندر الونش، فبيفضل داني يعطس وبيفقد السيطرة وبيخبط عربيته بالغلط وبينزل من الونش وبيترجى لورنس إنه يبعد عنه ثاندر. فلورنس بيبعد ثاندر وبيقول لداني إنه هيبقى مجبر يصلح القصر. بعدها بتعتذر ماجي لثاندر على كل اللي عملته وبتشكره لأنه أنقذها. وفي النهاية بنشوف إن كلهم بقوا بيحبوا ثاندر وإن لورنس خف ورجع يعمل عروض تاني للأطفال. أما بقى داني فأخد اللي يستحقه واتحبس في بيت مليان قطط. وبكده بتكون خلصت حكاية النهاردة.